تخيل معايا كده انك اتجوزت البنت اللي انت بتحبها وهي مية بتقولك انها شغالة في شركة تجارية، وده بيطلع عكس الحقيقة. شغلها الحقيقي بيبدأ من قبل جوازها بإيسن بسنة في منظمة اسمها ذا كونكشن. بيكون معروف عن الشركة دي انها بتاعة غسيل اموال وتجارة الاسلحة البيولوجية. هدف الشركة دي انها تطور الاسلحة البيولوجية علشان تقدر تتحكم بعقول الناس، وفعلا بيقدروا يعملوا كده مع العينة إيفلين وهي وحش على هيئة بنت صغيرة. البنت دي بتقدر تسيطر على الناس وتحولهم لوحوش وتتحول لحاجات غريبة وكده، بس إيفلين زي أي طفلة ومحتاجة عيلة وعندها هوس كبير بالموضوع ده. الشركة بتعين مية على إنها تأدي دور الأم لإيفلين، وعلشان منظمة كوليكشن بقى عندها سلاح خارق، وباقي المنظمات المنافسة بدأت تعرف عن الموضوع ده وبتحاول إنها تسرقه. فبيقرروا إنهم ينقلوا إيفلين على سفينة مع مية. بيحصل إعصار وإيفلين ما بتعرفش تسيطر على قوتها، وده بيخلي السفينة تفرقع. بعد الإعصار السفينة بتنجرف لمكان قريب من عيلة بيكر. جاك أب العيلة بينقذ البنت وبيكون ما يعرفش مين دي. مية بتحاول تحذره من إيفلين، فبتبعت لهم رسالة شكر على إنقاذها، ولكن الوقت اتأخر وإيفلين بقت في البيت. وعلشان إيفلين نفسها يكون عندها عيلة، فبتستخدم قوتها عشان تخلي عيلة بيكر تكون أسرتها. المنظمة عرفت موقع إيفلين وبيقرروا إن هم يستغلوا الموضوع ده في تخبئة إيفلين في بيت ديكر. إيسن بيكون شخص عادي لحد ما مية بتختفي فجأة وهو بيكون ما يعرفش أي حاجة عنها. بعد 3 سنين بتوصل له رسالة غريبة منها بتقوله فيها ما تجيش ننقذك. Ethan, you were right. I did lie to you. I shouldn't have. Stay away. إيسن بيروح عشان يبحث عنها وبيوصل لمكان غريب. المكان ده بيكون في بلدة اسمها ليوزلينا. إيسن بيلاقي بيت شكله مهجور، يبان من بعيد إن هو بيت عادي لكنه جواه فيه أخطر سلاح بيولوجي. بعدها بتدخل البيت وبتدور على مية. بعدها بتلاقي مية محبوسة في أوضة وبتطلعها، ولكن ما بتكونش هي دي مية. بتلاقيها اختفت، وأول ما بتلاقيها وبيكون إيفلين مسيطرة على عقلها وبتهاجمك. هتطلع بقى تقول لي انا والحديد انت انا عندي يا ابن المع نهاية اللعبة إن إيسن بيواجه إيفلين وبيقدر ينهي عليها. لكن السؤال الحقيقي، هل الكابوس انتهى فعلا؟ ولو عايز نشرح الجزء الثامن فاكتب لي في الكومنتات. وشكرا ان انت شفت الفيديو لحد الاخر. السلام.